على عكس الناس كلها شايفه ان حسام حسن قفل اوضه اللبس ما بين الشوطين ونزل دعك في العيال. انا بصراحه شايف العكس تماما. يعني منتخب مصر العيال مسكوا حسام حسن ده لا منتخب مصر النهارده كان نازل في الشوط الاول العيال مشحونه قوي زياده عن اللزوم. يعني انا مش شايف لو انا هخش بين الشوطين ازعق في اللعيبه ده لو انا شايف دلع او استهتار. انا كنت شايف ان شايلين هم الماتش زياده عن اللزوم. العيال رجلام كلبشه في الارض تماما، وكل واحد في دماغه 100,000 تفكير و100,000 احتمال و100,000 حاجه. هو اعتقد ان حسام حسن ما بين الشوطين هو كل اللي قاله لهم نلعب كوره، خلاص الماتش باظ، نلعب كوره، نتنين نلعب لعبنا العادي. حتى احنا واحنا قاعدين بنتفرج في اول يا دوبك 10 دقايق ما بيننا وبين نفسنا كنا شايفين ان حسام حسن ذات نفسه يعني مش مضغوط الضغطه الطبيعيه بتاعته، اكنه من اللعيبه اللي هو انا عاوز اكسب. فانا اعتقد ان هو ما بين الشوطين هو اساسا فوق نفسه وريح نفسه، انعكست بقى مع اللعيبه. بس احنا اتحسنا شويه بعد الووتر بريك بتاع الشوط الاول، مش عشان اي حاجه، عشان بقينا اهدى سنه، ما اتحسناش جامد بس بقينا اهدى سنه. بس في الشوط الثاني احنا كل اللي عملناه ان احنا نزلنا لعبنا لعبنا عادي. العب كوره على الارض، ماشي الكوره على الارض، العب المثلثات اللي انت بتعملها. زي طبعا النقطه اللي توخي قال عليها حسام حسن في الشوط الثاني يغير مراكز اللعيبه. حاسس ان هي فرقت جامد مع الفرقه، وهي كان سببها الجول الاولاني لما رجع تاني خليكو قصدي في مهاجم ومرموش شمال. تحس ان اللعب بدا يظبط. يعني كناش عارفين اصلا نطلع بالكره اصلا، عشان كل الكور بتاعتنا هم بيضغطوا علينا، والقوه البدنيه بتاعتنا مش احسن حاجه يعني. فما كانش في حد بيعرف نطلع عليه حتى.